جميلة أوي البتاعة دي. كده أنا قريب ولا بعيد؟ كده كويس. السلام عليكم. عندنا احنا كلنا مشاكل في فهم المصايب اللي بتحصل لنا. يعني احنا ما بنفهمش تقريبا المصايب اللي بتحصل لنا. عشان تفهم المصيبة أساسا والحاجة اللي ربنا بيمنعها عنك، لازم يبقى عندك تأويل كده. يعني إيه، ده انا حصل لي كده علشان كذا. ده الموضوع ده ما كملش علشان هو مش نصيبي، ده الشغل ده انا ما كملتش فيه عشان ده مش خير ليا. ولازم بقى عن يقين تبقى مقتنع ان ربنا سبحانه وتعالى بيختاره لك هو الخير. يعني كان في قصة كده جميلة، في واحد ماشي بالعربية فبيظهر لون احمر في التابلو مثلا. فهو لو فهم ان النور الاحمر اللي ظهر ده تزيين من الزينة بتاعت العربية، الله دي العربية تنور احمر، وكمل ومشي، فممكن الموتور يتحرق، العربية تقف، ما يكملش. لكن لو فهم ان النور الاحمر ده تحذير مش تزيين، هيقف ويبتدي يشوف ايه المشكلة، وساعتها هيوصل للهدف. هي دي معظم المصايب اللي في حياتنا، بتحتاج ان احنا نأولها صح او نفهم المغزى منها، نفهم اللقطة دي حصلت معايا عشان انا لازم اقف، ده تحذير من ربنا. لكن لو انا ما فهمتش ايه اللي هيحصل، هكمل بالعربية وخلاص، يعني مش هوصل للهدف بتاعي. يعني من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. يعني انت لو اساسا المصيبة اللي حصلت لك دي انت ما اتعظتش منها وما فهمتش ايه المعنى او ايه التأويل بتاعها، خلاص يعني انت كده عندك مصيبة كبيرة في نفسك. وبعدين لازم نفهم، يعني كان بيقولوا من فهم الحكمة من المنع كانت عين العطاء. يعني انت لو ادركت ان اللي اتمنعت منه ده ومن وجهة نظرك هو جامد جدا وانت محتاجه جدا، بس اتمنعت منه، طب ليه؟ يعني انا محتاج ده، وبعدين انا مش محتاج افهم انا مش محتاجه ليه. يعني انا عارف ان ده مفيد ليا، لا ده من وجهة نظرك الادمية، عشان احنا بني ادمين ما بنفهمش الحاجات اللي مقدرة لينا بالشكل الكامل، ما بنفهمش المصايب اللي ما بتجيلناش، ما بنفهمش بجد. احنا مش فاهمين يعني ايه المنع، وفاكرين ان المصايب دي حاجة وحشة، والابتلاءات دي حاجة وحشة في حياتنا. احنا ربنا سبحانه وتعالى بيسوق احيانا لينا المصائب والابتلاء علشان ينفعنا. يعني في تفسير في آية كده، تاب عليهم ليتوبوا، يعني ان ربنا سبحانه وتعالى بيسوق لنا المصائب دي والابتلاءات علشان يجيبنا، يعني يخلينا نتوب ويرجعنا لطريقه. فاحنا لو ما فهمناش هنفضل مكملين ازاي؟ يعني وما يؤمن بالله يهدي قلبه. يعني هيهدي قلبك ليه بقى؟ للحكمة، عشان تفهم المغزى من المنع ده، عشان تفهم ان كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيعملها لك هي خير ليك، عشان ربنا سبحانه وتعالى غني ان هو يعذبنا، عشان الدنيا دي مش حاجة عشان ربنا يعاقبك بيها، ومش حاجة عشان ربنا يفيدني بيها. يعني فربنا سبحانه وتعالى بيهيئ لنا الخير. وكل حاجة بتحصل لنا، كل حاجة بتحصل لنا هو تهذيب مش تعجيز، لان ربنا سبحانه وتعالى مش عايز يعجزنا. يعني ربنا يعجزنا ليه؟ اصل احنا، انا دايما بقول الكلمة دي، يعني لما واحد صاحبي توفى والدتي قالت لي ايه؟ قالت لي يا ابني ده بتاع ربنا. فساعتها هديت خالص، لان انا ايقنت خلاص ان ايه، ان هو بتاع ربنا سبحانه وتعالى، وان ربنا مش، يعني هو احن عليه بكتير مننا، لان هو اللي خلقنا، احنا عباده. عشان كده كان احد الصالحين بيقول ايه؟ بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى لما انا بطلب منه حاجة وبيداني بفرح مرة، ولو طلبتها نفس الحاجة او حاجة تانية من ربنا وما ادهانيش بفرح عشرات المرات، لان الاولى دي اختيار انا كبني ادم وربنا كرمه عليا وفضله ادهاني، والتانية اللي ربنا منعني عنها ده كان اختيار الله. اختيار الله اكيد افضل من اختياري. فاحنا مش كل مصيبة في حياتنا هي مصيبة. مصائب المؤمنين دفع ورفع، يعني انت بيبقى ليك كده منزلة مش هتوصل لها بعملك، فربنا بيبتليك عشان تصبر عشان توصل. فوالله العظيم يعني ربنا رحيم قوي وكريم جدا. والمشكلة ان احنا كل مرة بنعرف، يعني احنا كل مرة بنعرف ان اللي ربنا كتبه لنا كان هو اللي احسن. نقعد اقول لك ياه
وصاحبي يقول لي يا سبحان الله لو كنت اتجوزت البنت دي زماني فين، وهي تقول يا سبحان الله بص لو كنت خدت ده كان زماني عايشه ازاي، وسبحان الله لو الشغل اللي انا كنت فيه ده كان زماني بقيت فين، ودي الشركه اتصفت والحمد لله ان انا ما دخلتش. بنعرف ان كل حاجه ربنا بيختارها لنا بتبقى هي الاحسن لينا، بس احنا عقلنا بشري، يعني احنا بشر. فايه نفهم المغزى من الاول بقى، يعني نحاول احنا ان شاء الله نفسره ونأوله ان ده الخير لينا. يعني كان في مقولة كده بتقول ايه، احببنا امرا واحب الله امرا فما احبه الله احب الينا مما احببنا. يعني هي ملخبطة شوية بس يعني فعلا يعني حب اللي ربنا يكتبه لك، لان ربنا سبحانه وتعالى كريم والله. وبقعد اقولها كتير، ربنا مش عايز يعذبنا، ربنا كريم قوي وعفو جدا ورحيم وكل حاجة، فهو بيهذبنا بس. وبعدين يعني احنا بنفتكر ان احنا بنبتلى ومصايب، كده بنشوف ناس تانية بنعرف ان احنا ما عندناش حاجة وما عندناش ابتلاءات وما عندناش مصايب. فالحمد لله على كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى ايه بيكتبها لنا. السلام عليكم.